أصدقائي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير، وكل سنة وانتم طيبين وبخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله تبقى أيام عيد سعيدة وجميلة وفيها كل الخير ليكم ولأسركم. القصة اللي هحكيها لكم النهاردة من القصص اللي هتخليكم متغاظين جدا، لأني كان المفروض يبقى فيه نتيجة. الشرطة فاكرين إنهم عارفين مين اللي عمل كده، بس عشان مشكلة تقنية النيابة مش هتقدر ترفع قضية ضده. فأسرتين اتسابوا ومش عارفين يعملوا ايه لما المسؤولين رفعوا ايديهم وقالوا لهم ان مفيش حاجة ممكن يعملوها. اتأكدوا انكم تسمعوا للنهاية عشان خلل في النظام ساب واحد مفتري وبشع للأسف ماشي حر طليق. دي قصة كايلا ويليامز وهيذر هيجنز. في يوم عيد الأم سنة 2012 أب لقى نفسه في موقف غريب. ابنه جاي جري عليه في البيت وبيقول له إن هو وأصدقائه لقوا حاجة غريبة في الغابة جنب بيتهم في سبوكن في واشنطن. لما الأب راح يشوف الحاجة الغريبة اللي ابنه بيقول عليها اكتشف منظر مرعب. لقوا الجزء العلوي من جثة طلع من بين أكياس زبالة سودة متقطعة. الأب اتصل فورا بالبوليس ووصلوا على الغابة فورا. المنطقة بقت مليانة بالضباط في وقت قصير، وفي محققين وفنيين مسرح جريمة وكل اللي تتخيلوه في المواقف اللي زي دي. وأثناء ما واحد من الضباط كان واقف فوق البقايا اللي اتبلغ عنها، شاف مجموعة تانية من أكياس الزبالة مستخبية عشوائيا تحت كومة من العصيان والفروع على بعد تقريبا 3 متر منه. ورغم انه ما شافش ايه اللي جوه الأكياس دي، كان الحجم مناسب انهم يكونوا باقي الجثة. ما كانش في دم حوالين الجثة، وده عرف المحققين حاجة واحدة، ان ايا كان اللي حصل للشخص ده غالبا ما حصلش في المكان ده. هما بس رموا جثته في المكان ده وتخلصوا منه هنا. المحققين كمان لقوا فوطة ايد دموية وبطانية وحزام كاميرا اسود فيه علامات اسنان. حسب اوراق البوليس علامات الاسنان دي كان شكلها من حيوانات، بس المشكلة ان ريحة التحلل كانت قوية جدا. فاثناء ما كانوا بيجمعوا الادلة من ارضية الغابة بدقة، بقايا الجثة اتبعتت جزء جزء للتشريح، وفي مكتب الفحص البقايا اتفتحت بحرص طبقة طبقة، واكتشفوا ان المجني عليها صغيرة في السن، أنثى في بداية العشرينات، بيضة وشعرها أشقر طويل، جسمها مقطوع نصين من عند الوسط. ابتداء من الجزء العلوي من الجسم لقوا فوطة مربوطة على رقبتها مغطية الجزء السفلي من وشها، وفي خيوط من شريط كهربائي اسود متشابكة فيها. وهدومها اللي كانت عبارة عن تي شيرت وملابس داخلية كانوا متقطعين رأسيا من تحت لفوق وملفوفين حوالين كتافها من تحت جسمها. هدومها كان شكلها متغير، بس مش متغير من الدم، كأنها متغيرة من الكلور. كان شكل بقع كلور على هدومها. وطبعا دي مش أخبار كويسة بالنسبة للمحققين، لأن شكل في حد نظف مسرح الجريمة، وبالتالي هيكون صعب يلاقوا أي دليل أو عينة من جسمها. أما الجزء السفلي من جسمها فما كانش أحسن كتير من الجزء العلوي. الجزء السفلي اللي كان في المجموعة التانية من الأكياس كان ملفوف مش بس في أكياس بلاستيك وشريط لاصق، لكن كمان ملفوف في كيس نوم برتقالي كان مقفول بسوستة وملفوف عليه شريط لاصق اسود اكتر. وما بين كل طبقات الاكياس كان في فوط زيادة وشورت وملابس داخلية ونوع من احزمة سودة. وبعدها المحققين لقوا بنطلون جينز مقاس 36 رجالي بحزام صناعي اسود. وبينما الجزء العلوي كان لسه عليه هدوم حتى لو مقطوعة، الجزء السفلي كان عاري تماما ما عدا الجوارب اللي لسه في رجليها. ما كانش واضح بالنسبة للمحققين هي موجودة هنا في الغابة بقالها قد ايه او حتى ماتت امتى. الجو كان بارد في سبوكن مع بداية الربيع، فرغم التحلل ونشاط الحيوانات كانت محفوظة كويس نسبيا. وبسبب الحفظ ده قدروا يتعرفوا عليها بسرعة من خلال بصمات الأصابع، وطلعت كايلا ويليامز اللي عندها 20 سنة. كايلا كانت معروفة بالنسبة للبوليس في سبوكن، كان مقبوض عليها قبل كده، مش مكتوب في المصادر كان مقبوض عليها في ايه بالظبط، إلا إنها كانت معلومة جنائيا بالنسبة للشرطة. فمرة أخوها بلغ عن فقدانها من حوالي شهر قبل العثور على جثتها، بلغ عنها في 2 إبريل تحديدا، بس فاكرين إنها ممكن تكون مختفية من فترة قبل كده. أسرتها قلقوا عليها لما ما قابلتش مامتها مرتين في الكنيسة لكذا أسبوع ورا بعض. كان عندهم روتين كده ما بينهم. كايلا ما كانتش عايشة في البيت، بس هي ومامتها كانوا بيتأكدوا إنهم يحضروا الكنيسة مرتين في الأسبوع مع بعض. ده كان بيخلق نوع من الاستقرار في وقت مضطرب لكايلا، لأنها كانت بتعاني من إدمان المخدرات. ولما أخيرا أهلها اكتشفوا إنها مختفية وبلغوا عنها، الشرطة عملوا بحث صغير عنها بس ما جابش أي نتيجة. كايلا كانت عايشة مع شاب اسمه مات، كانت عايشة معاه في شقته لفترة. نقدر نقول إنه كان حبيبها الحالي أو السابق، وواضح إنه كان من أول الناس اللي المحققين عايزين يتكلموا معاه. بس واحد من اللي كانوا عايشين معاه في السكن قال إن مات سافر بره الولاية في نفس وقت اختفاء كايلا، بس المحققين اكتشفوا بعد كده إن دي كانت كذبة ومش حقيقة.
المحققين قدروا يوصلوا لمات في الشقة اللي كانوا عايشين فيها كلهم بعد كام يوم. بس مات قال انه ما شافش كيلا من نهاية شهر مارس، بس وضح انه ما كانش عايزها في حياته تاني. هو كمان كان بيعاني من ادمان المخدرات، واخر مرة شافها كان بيحاول يتجنب اي حاجة او اي حد ممكن يكون محفز ليه انه يرجع للطريق ده. وكيلا كانت لسه بتتعاطى ساعتها، فقال لها تسيب الشقة، وبيقول ان دي اخر مرة شافها فيها. بعد فترة من بحث المحققين ورا تغيب كيلا وعدم الوصول لأي نتيجة، البحث عنها وقف في النهاية، بس أهلها ما وقفوش بحث عنها أبدا. في 13 مايو نفس الأسرة دي كانوا بيتفرجوا على الأخبار، ومامة كيلا كانت مشغلة التلفزيون وزوجها بيجهز نفسه للشغل، ولما شافت فقرة إخبارية عن جثة بنت شابة لقوها، قالت إنها عرفت فورا إن دي كانت بنتها. في نفس اليوم ده الأم دي فتحت الباب ولقت قدامها محققين جايين يبلغوها بأسوأ خبر في حياتها. المحققين كان عندهم أسئلة كتير للأم، زي إمتى آخر مرة شافوها، وليه حد ممكن يكون عايز يأذيها، ومين اللي ممكن يكون عايز يأذيها. أسئلة مارتين الأم ما بطلتش تفكر فيها وما بيكملوا تشريح بنتها. هي والمحققين كانوا بيتمنوا إن النتائج بتاعة التشريح تجاوب على بعض الأسئلة على الأقل، بس ما حصلش ده، بالعكس التشريح جاب أسئلة أكتر. لأن رغم إن الجثة كانت متقطعة، ورغم اكتشاف جروح شبه جروح السكاكين على إيديها وجرح طعنة في فخدها، ورغم شكلها كأن حد صب عليها كلور، دكتور جون هاورد الطبيب الشرعي ما قدرش يحدد بالظبط ماتت ازاي، فكتب ان سبب وطريقة وفاتها غير محددة. دي كانت حاجة صدمت الجميع. بالنسبة للكلور اللي كان محطوط على جسمها وهدومها، ما تحددش في الاول اذا كان كلور ولا لا. في تحاليل اتعملت بعدين، بس في اللحظة دي معرفش قد ايه اخدوا الكلور في اعتبارهم اصلا. لكن في البداية تصنيف الطبيب الشرعي للي حصل قال انها ممكن تكون ماتت من جرعة زايدة، وممكن حد كانت معاه يكون تخلص من جثتها، اللي برضه هيكون جريمة، بس برضه مش جريمة قتل، وكمان مش حاجة تستاهل نقاش. الطبيب الشرعي عمل لها تحليل سموم، والنتيجة بتاعته كانت ان في ميث امفيتامين في جسمها، بس مش بكمية كافية عشان تموتها. بس ده ما كانش كافي انه غير حاجة في تقرير الطب الشرعي اللي كتب فيه ان ممكن تكون الوفاة جرعة زايدة. هو اتأكد ان مفيش جرعة زايدة، بس لسه مش عارف السبب، فما يقدرش يحدد طريقة الوفاة، وده بيبوظ قضايا كتير بيبقى فيه لعبة إلقاء اللوم، والمحققين بيتنصلوا من المسؤولية بسبب الموضوع ده، بيقولوا مفيش جريمة نحقق فيها، هي جرعة زايدة وماتت وخلاص. طب على الأقل المرة دي محدش من المسؤولين عن التحقيق كان عنده شك في إن دي جريمة قتل. لحسن الحظ في التشريح أخدوا مساحات وقصاصات من الأظافر، فطلبوا يتبعتوا لتحليل الحمض النووي مع باقي الأدلة من مسرح الجريمة، وأثناء ما كانوا مستنيين النتائج التحقيق كان مستمر وإن كان بطيء. عملوا تمشيط مبدئي حوالين المكان اللي كايلا اتلقت فيه، والغابة دي ما كانتش منطقة نائية، كانت منطقة سكنية، فكان في أمل إن حد يكون شاف شخص بيتخلص من كيسين الزبالة الكبار، بس للأسف اللي جاب كايلا هنا كان محظوظ. الحاجة الوحيدة اللي عرفوها من تركهم على البيوت إن ده كان مكان هادي نسبيا. في إزعاج بيحصل من وقت للتاني من مراهقين بيعملوا حفلات في المنطقة. الجيران قالوا إنهم شافوا رجل كبير بيشوفوه بشكل معتاد في المنطقة، وبيخلي الناس في المنطقة مش مرتاحين، بس في النهاية المحققين وصلوا للرجل ده وتأكدوا إنه ملوش علاقة بالموضوع، فقرروا يركزوا على الناس اللي يعرفوهم ومرتبطين بكيلا، بداية من مات حبيبها. مات كرر للمحققين كلامه اللي قاله في البداية لما كيلا اختفت، انه ما شافهاش من نهاية شهر مارس، بس وضح انه مش غريب انها تختفي لأيام، عشان كده لما ما شافهاش لكام اسبوع ما كانش قلقان عليها. بس مات قال للمحققين حاجة مقلقة، قال لهم ان الموبايل بتاع كيلا موجود معاه، قال للبوليس انها سابته في شقته، وغالبا عشان رصيدها خلص وما اخدتهوش معاها. المحققين اخدوا اذن بالاطلاع على مكالماتها ورسائلها الاخيرة، وقرأوا ان من اخر الرسائل اللي بعتتهم كانت في 18 مارس لصاحبة ومرشدة ليها. صديقتها دي قالت انها اخر مرة شافت كيلا كانت في 18 مارس برضو، وكانت عايشة في الشارع بعد خناقة مع مات. الصديقة دي قالت للمحققين ان كيلا ما كانتش كويسة، بس كانت هتحاول تصلح الامور مع مات ويرجعوا لبعض. ما كانش واضح اذا كانت الامور اتصلحت ولا لا، لاني مش عارف بالظبط مات شافها اخر مرة امتى، قال بس انها في نهاية شهر مارس. مش معروف اذا كان المحققين بصوا على الموبايل بتاعها عملوا فحص شامل عليه، ما عنديش اي حاجة تقول كده، بس المحققين لقوا حاجة مهمة في النتائج اللي جت من المعمل. مش كل حاجة بعتوها للتحليل طلعت حاجات ينفعوا يستخدموها ساعتها، زي المساحات مثلا ما ادتهمش اي حاجة ينفع يستخدموها.
بس الملابس الداخلية اللي اتلاقت في مسرح الجريمة كانت قصة تانية، طلعت نموذج كامل للحمض النووي مطابق لرجل عنده 42 سنة اسمه روبرت ديفيز. وروبرت ده كان شخص سيء، عنده سلسلة من الإدانات والاتهامات السابقة، منها اعتداء جنسي عنيف في 2007. في شهر إبريل سنة 2007 دخل شقة واحدة اسمها دون وقالت إن هو خنقها لحد ما أغمى عليها واغتصبها. حسب تقرير طبيب توماس كلاوس، هي عاشت وفحص الاعتداء الجنسي اللي وقع عليها وأثبت إن حمضه النووي كان عليها كلها، بس لسبب ما تمش اتهامه رسميا بأي حاجة، معرفش ده إزاي. بعض التقارير عن الموضوع ده متضاربة. شفت بعض التقارير بتقول ان دون الضحية نفسها ما كانتش عايزة تكمل القضية، وشفت تقارير تانية بتقول ان المحققين والنيابة اهملوا في الموضوع. المهم انهم دلوقتي معاهم نموذج كامل لحمض النووي على الملابس الداخلية بتاعت كيلا. ومش بس الملابس الداخلية، كان في حاجة تانية، لقوا نموذجين رئيسيين للحمض النووي تحت اظافر كيلا كمان، ومقارنة مباشرة اثبتت ان واحد منهم يبقى بتاع روبرت، اما التاني فكان بتاع مات حبيبها السابق. بس المحققين ما اهتموش بالمعلومة دي قوي لأنه مش مفاجأة بالنسبة لهم. افتكروا كنا قلنا إن صاحبتها قالت إنها هتحاول تصلح الأمور مع مات، فممكن يكون في علاقة ما بينهم دارت في الأيام اللي بعد كده، وإحنا لسه مش عارفين هي ماتت إمتى بالظبط. فلو كان موتها بعد ما قابلت مات على طول أو حاولت تصلح علاقتها بيه، فده يفسر ليه حمض النووي موجود على أظافرها. أما وجود حمض روبرت النووي تحت أظافرها وعلى الملابس الداخلية بتاعتها ومعرفة تاريخه الجنائي خلى المحققين يهتموا بيه أكتر، ولما مجموعة تحاليل تانية من مسرح الجريمة طلعت مطابقة ليه خلاهم يهتموا بيه أكتر وأكتر. الشريط الكهربائي الأسود اللي كان حوالين رقبتها والبنطلون الجينز وحزام الكاميرا اللي اتلاقى جنب جسمها كله كان عليه حمضه النووي، فكل الأدلة كانت بتودي المحققين لروبرت ديفيس. في 25 يوليو بعد أكتر من شهرين من العثور على جثة كيلا، وصلوا لروبرت ديفيس واتكلموا معاه. روبرت قال إيه بقى؟ قال إن هو يعرف كيلا بالفعل بس مش معرفة كويسة، قال إن هو يعرفها بس من خلال مات صديقهم المشترك، كان بيشتري مخدرات من مات وشاف كيلا أكتر من مرة عنده، بس قال إن هما ما خرجوش مع بعض أبدا ومحصلش بينهم علاقة قبل كده أبدا. الغريب إن المحققين ما قبضوش على روبرت في الوقت ده، وهنا بيحصل لخبطة جامدة. رغم انهم حققوا وربطوا كل الحاجات اللي جوه وحوالين الشنط اللي فيها جثة كيلا المقطوعة بشخص بشع ومعروف بأعماله البشعة، إلا إنهم حتى الآن الموضوع مش جريمة قتل، مفيش قتل رسميا وفقا للطب الشرعي. فكل اللي مع المحققين يثبتوه إن هو كان معاها قبل ما تموت، وهو ما بيقولش الحقيقة بإنه ما كانش معاها، بس الظاهر إن ده ما كانش كفاية بالنسبة لهم. فمرة المحققين راحوا يكلموا والدة روبرت رينيل اللي كان بيعيش معاها على فترات، بس هي قالت للمحققين انها ما تعرفش اي حاجة، عشان كده ما وصلوش معاها في الحديث لاي حاجة، الا انهم كانوا شايفين انهم لازم يكلموها، وكويس جدا انهم كلموها، لان بعد كلامهم معاها بكام يوم في اول شهر اغسطس رينيل هي اللي كلمت الشرطة فجأة وقالت لهم اسمعوا، انا معرفش حاجة عن مقتل كيلا، لكن من سنتين ابني جه البيت واعترف لي انه تخلص من جثة تانية، فممكن اقول لكم حكايتها. الأم قالت إن من سنتين يعني في 2010 روبرت جه البيت متوتر جدا، وفي الآخر قال لمامته إن في 2 قتلوا واحدة اسمها هيذر هيجنس وأجبروه إن هو يساعدهم يتخلصوا من جثتها، فحط جثتها في شنطة نوم ورماها في حتة منحدرة شمال سبوكن. وشنطة النوم دي مهمة جدا والمنحدر كمان، لأن كيلا برضو لقوها في شنطة نوم النص التحتاني منها تحديدا يعني. رينيل قالت للشرطة إنها ما بلغتش عن الموضوع ده ساعتها لأنها كانت مفكرة ابنها بيهذي وما صدقتهوش ساعتها بسبب إدمانه، والأمور دي ما كانتش بتثق في كلامه كتير. بس الحقيقة إن هيذر هيجنس اللي عندها 39 سنة اختفت فعلا في 2010 وما كانوش لاقوها لحد ما كلموا السيدة دي. لحد اللحظة دي خبر إن أجزاء من جثة كيلا اتحطت في شنطة نوم ما كانتش معروفة للناس، والمحققين شايفين إن ده مش مصادفة، وده مش التشابه الوحيد بين هيذر وبين كيلا. التحقيق في اختفاء هيذر كان مهمل جدا زي بحث الشرطة عن كيلا في البداية، أو يمكن أكتر كمان. زي ما أم كيلا حست إن في حاجة غلط، أم هيذر جاكي هي أول من دقت ناقوس الخطر حوالين اختفاء بنتها. هيذر كمان كانت بتمر بظروف صعبة في حياتها لما اختفت، كانت دخلت المستشفى من قريب ورجعت بيتها لقت ان الفلوس اللي كانت هتجيب بيها شقة جديدة اتسرقت من البيت، فكانت بتحاول تاخد قرض لما اختفت فجأة. ولما مامتها جاكي لاحظت انها ما سمعتش عنها من كام يوم، راحت شقتها ولقت القطط بتاعتها لوحدهم.
في 27 سبتمبر 2010 جاكي بلغت عن اختفاء بنتها، بس رد فعل الشرطة خلاها تحس انهم مش مهتمين ابدا. حسب كلام مامتها شافوا دخولها المستشفى بسبب اضطراب ثنائي القطب وحادثة سواقة تحت تأثير الكحول، وقالوا ان هيذر ممكن تكون مشيت لوحدها. وفي تصريح رسمي عن اختفائها محقق قال انها كانت مدمنة كحول، وده ما كانش حقيقي حسب كلام مامتها. ومن ضمن الحاجات اللي بتضايق في بحثهم عن هيذر إن الشرطة بدل ما يستخدموا صورة بطاقة جامعتها اللي كانت حديثة عشان ساعتها كانت بتدرس صحافة، الشرطة اختارت صورتها كمجرمة سابقة في حادثة القيادة تحت تأثير الكحول عشان تستخدم في ملصق المفقودين. وده بيقولك كل حاجة عن نظرة الشرطة ليها كشخص كانوا بيدوروا عليه بالظبط. يعني كل ده خلى جاكي الأم تحس إن الشرطة بيقولوا لها بشكل غير مباشر إن بنتها ما تستاهلش إنهم يبحثوا عنها، فبدأت تدور على هيذر بنفسها. جاكي قضت سنين بتعمل اللي المفروض الشرطة يعملوه، حتى انها حطت نفسها واحبابها في مواقف خطرة عشان تحاول تلاقي بنتها اللي كانت مقتنعة انها لسه عايشة. بس من البداية تقريبا وحسب كلام مامتها الشرطة ما كانوش مقتنعين بكده، في الحقيقة كانوا مقتنعين من الاول انها اتقتلت. وممكن يكون روبرت ديفيس هو اللي عمل كده، واسمه طلع من بداية التحقيق من قبل موضوع اعتراف الأم وكل ده. المشكلة انهم ما قالوش لجاكي اي حاجة من الكلام ده، سابوها مقتنعة ان هيذر ممكن ترجع لها تاني، سابوها مقتنعة بكده لسنين، عايشوها امل وهمي لسنين. اكتشافهم ده كان خلال شهور قليلة من اختفاء هيذر او يمكن اسابيع. عرفوا ان يوم ما اختفت القرض اللي هيذر كانت بتحاول تاخده ما تمش، فقررت تروح المدينة وترهن كام خاتم معاها. ما كانتش تقدر تسوق ساعتها، فراحت لشقة قدامها بتاعت واحدة اسمها دون عشان تشوف لو حد يقدر يوصلها. لو اسم دون مألوف بالنسبة لكم فده عشان دون جارة هيذر هي نفس دون اللي قالت انها تم الاعتداء عليها جنسيا من قبل روبرت ديفيس في 2007. معرفش ليه بس دون ادت هيذر رقم روبرت ديفيس، واخر مرة حد شاف هيذر فيها كانت وهي بتركب الميني فان بتاعت روبرت ديفيس. معرفش ليه دون كان لسه عندها رقم روبرت بعد اللي عمله فيها، او ليه كانت شايفة ان مفيش مشكلة تدي رقمه لشخص تاني، لسيدة تانية تحديدا. لما الشرطة كلموا روبرت في النهاية اعترف ان هو اللي وصل هيذر يومها، بس قال ان هي اتعصبت عليه فسابها على جانب الطريق في المدينة ومشي. في الوقت ده لما عرفوا ان روبرت كان مع هيذر كانوا لسه بيقولوا لمامتها انها مشيت لوحدها، وده غريب. ما قالوش اي جديد للام جاكي. وفي الوقت اللي كانت بتدور فيه على بنتها المحققين كانوا عارفين انها اخر مرة اتشافت مع روبرت ديفيس وعارفين تاريخه الجنائي، بس ما قالولهاش اي حاجة، سابوها مقتنعة ان بنتها ممكن تكون لسه موجودة وعايشة. لما جه الوقت اللي المحققين كلموا فيه روبرت وقتها كان عدى شهور على اختفاء هيذر، وساعتها عرفوا انه كان باع الميني فان بتاعته، ومش باعها لاي حد، باعها لمكان بيكسر العربيات وياخد قطع غيارها. يعني كأنه قاصد ان هو يخفي اي ادلة كانت ممكن تبقى موجودة في العربية. بس لو كانوا دوروا شوية زيادة وقتها كانوا يعرفوا ان الخواتم اللي هيذر كانت هتباعها يومها اترهنت بالفعل، بس مش هيذر هي اللي رهنتها، روبرت هو اللي رهنها. بس الموضوع ده ما اكتشفوش غير بعد سنين من البحث. ساعتها الشرطة ما شافتش محلات الرهن اصلا. فضلت قضية هيذر بالنسبة لهم قضية شخص مفقود، حتى لما لقوا بطاقة هويتها الجامعية وسكينة جزارة في نهر على بعد 3 مباني تقريبا من مكان سكن روبرت ساعتها، برضو ما عملوش اي حاجة وما خدوش اي اجراء. حتى ساعتها ما قالوش للأم اي حاجة. ودلوقتي في سيدتين، واحدة لسه مختفية والتانية مقتولة، والاتنين مرتبطين ارتباط مباشر بروبرت ديفيس ومفيش اي قبض تم عليه. عائلتي كيلا وهيذر كانوا بيحاولوا يجمعوا القطع بنفسهم. الأم دي والأم دي اتكون ما بينهم صداقة وبدأوا يساعدوا بعض في قضايا بناتهم. كانوا بيحاولوا يتعاملوا مع حزنهم ومع النظام اللي حاسين انه مش في صفهم، ده لحد اوائل 2013 لما محقق جديد اتعين على قضية كيلا. المحقق ده كان اسمه مارك بيربريدج، واثناء مراجعته لتقارير تشريح جثة كيلا ما قدرش يصدق اللي بيشوفه قدامه. التقرير ما كانش مفصل، ولما بيربريدج قارن التقرير بالصور اللي بيشوفها لجثة كيلا ما قدرش يفهم، عشان التقرير الأصلي ما كانش فيه أي ذكر لعشرات الجروح من آلات حادة شافها قدامه بعينيه. التقرير كمان ما ذكرش آثار الأحذية على صدرها ورجلها، أو جروح الدفاع عن النفس اللي كانت في جسمها، أو الكدمات حوالين رصغها زي ما تكون كانت مقيدة. فكان محتار ومتضايق من التقرير ده. حسب أوراق الشرطة حاول يكلم الدكتور هاورد عشان يوضح له اللي حصل أو يمكن يفسر له، بس أخد شهور قبل ما دكتور هاورد يوافق إنه يكلمه. ولما تقابلوا وجها لوجه دكتور هاورد كان متنرفز جدا، وقال إن بيربريدج بيقل أدبه عليه لدرجة إن هو منعه من دخول مكتب الفحص الطبي بتاعه.
ده ما كانش رد الفعل المحقق كان متوقعه، بس ما استسلمش، كان متأكد ان في حاجة غلط. فقابل المدعي العام لمقاطعة سبوكن واحد اسمه جاك دريسكول، بس جاك ما كانش مفيد برضه. قال انه مش هيخالف قرار الدكتور هاورد، عشان لو قال ان قرار الدكتور هاورد في قضية كيلا غلط ده هيشكك في كل قراراته التانية وهيفتح على نفسه مشاكل كتيرة. اللي هو كل قضية دكتور هاورد شرحها الناس هتمسك فيها على ان كان فيها غلطات. لما المحقق بير بريدج حس ان هو اتخاذل برضه من المدعي وكل الناس دي، قرر ان هو يدفع لدكتور من سياتل عشان يراجع نتائج التشريح. وفي الوقت ده في 8 يوليو 2013 عمل مقابلة متابعة مع روبرت ديفيس. ساعتها روبرت كان نقل لأيداهو، وقال نفس الكلام بالظبط للمحقق، انه ما عملش اي علاقة مع كيلا وما قتلهاش وما تخلصش من جثتها بأي شكل. كان لسه بيقول كده حتى لما واجهوه بكل أدلة الدي ان ايه اللي عندهم، لسه بينكر ان هو قتلها، بينكر ان هو تخلص من جثتها، حتى بينكر ان هو كان في مسرح الجريمة. عشان كده المحققين سابوه يمشي. في 31 ديسمبر سنة 2013 نتائج التشريح من سياتل جت وكانت مختلفة تماما. التقرير القديم بتاع دكتور هاورد والتقرير الجديد اللي عمله طبيب اسمه كارل ويجرن، مقارنة التقريرين دول ببعض كأنهم بيتكلموا عن جثتين مختلفتين. متخيلين؟ في الجزء العلوي من جسمها دكتور ويجرن ذكر 4 سحاجات، منهم اللي شبه أثر الحذاء على صدرها وعلامات متوازية زي ما تكون من رباط اتربطت بيه. كمان ذكر إن في 18 جرح من آلات حادة، 16 منهم كانوا مركزين على ايديها وساعديها زي ما تكون كانت بتدافع عن نفسها. كان في 50 كدمة برضو زي جروح الدفاع عن النفس، منهم عين سودة. وفي النص السفلي من جسمها ذكر 6 سحاجات، منهم خدش على رجليها الشمال و9 جروح من آلات حادة و48 كدمة زي جروح دفاع عن النفس. وده كان غريب جدا، زي لسه بيقولوا ان سبب الوفاة غير محدد، ما واضح وضوح الشمس اهو ان الجريمة جريمة قتل. تقرير الدكتور هاورد اتكلم عن عيوب في ايديها وصوابعها، ذكر عيوب شبه الجروح في ايديها الشمال وابهامها 4 منهم. وبعدين ذكر الجرح اللي جسمها اتقسم منه نصين، وذكر جرح طعن في فخدها وده موجود في التقريرين. بس كان في اثار احذية على رجليها وصدرها. ما تذكرش في تقرير الدكتور هاورد التقرير الاول اي حاجة عن عيونها السوداء ولا الجروح اللي في ساعديها ورجليها، والواضح بالنسبة لي هو عدد الجروح الهائل في التقرير التاني مقارنة بالاول. برضه تحس ان انت بتبص على تقارير لجثتين مختلفتين. الدكتور التاني ذكر ان هو ما شافش اي اوراق بتبين ان حصل فحص داخلي عشان يستبعدوا تماما حدوث اعتداء جنسي. اما بالنسبه لموضوع الكلور فعملوا فحوصات في الاخر عشان تبين اذا كانت البقع اللي على جسمها وهدومها دي فعلا من منظف ولا لا، بس النتيجه طلعت غير قاطعه. الدكتور التاني زي الأول ما قدرش يحدد سبب محدد للوفاة، بس بناء على كل اللي شافه الدكتور ويجرن الطبيب التاني قال إن مستحيل دي ما تكونش جريمة قتل، مستحيل. عشان كده المحقق بير بريدج ومعاه التقرير الجديد راح لنائب المدعي العام، واللي بدوره ودى النتائج لدكتور هاورد الطبيب الشرعي الأول. بس دكتور هاورد البارد رفض يغير قراره، تعليله لده إنه ما يقدرش يستبعد إن جرعة زايدة هي السبب في الوفاة. لسه مصر على الكلام ده رغم كل الأدلة دي. هو عمل تحليل سموم وما كانش فيه جرعة قاتلة من المخدرات في جسمها، يعني مستحيل تكون جرعة زايدة. هو بنفسه اللي عمل التحليل ده في الأول. ده ما كانش له أي معنى لأي حد في قسم الشرطة، يعني بالنسبة للمحقق بير بريدج المفروض دي تكون قضية سهلة وواضحة. وفي 2014 رئيسه في العمل وافق واداله تصريح يكتب أوراق اتهام ضد روبرت ديفيس بتهمة القتل. طبعا السؤال اللي محير اغلبكم دلوقتي، هل المحققين بحثوا عن جثة هيزر بعد ما والدة روبرت قالت على مكانها اللي وصفه لها؟ بالفعل المحققين عملوا، بس ما كانش بحث كبير قوي. اهلها عملوا شوية بحث، وما كمان المنطقة اللي روبرت اشار فيها لوالدته كانت صعبة البحث فيها جدا، كان فيها جروف منحدرة جامدة. عملوا كام بحث ومعظمهم اهلها اللي عملوه ما لقوش اي حاجة لحد دلوقتي. بس حتى مع عدم وجود جثة هيزر ومن غير اعتراف، المحقق بير بريدج كان شايف ان تصاعد جرائم روبرت بقى واضح جدا. حتى لو مش هيقدروا يجيبوه في قضية هيزر، هم عارفين هم بيتعاملوا مع مين في قضية كيلا. اللي هو قالوا ايه، خلونا نجيبه على الاقل في قضية كيلا ويمكن بعد كده قضية هيزر تتحل. بس الغريب هم معاهم كل حاجة، ومهما الموضوع كان واضح للمحققين والناس ولينا كمستمعين، النيابة كانت رافضة توجه له اي اتهامات. معرفش كانوا عايزين ايه تاني، ممكن يكون ايه اللي ناقصهم. الموضوع كان محبط جدا للمحققين، خاصة المحقق بير بريدج، وكان محبط جدا لأهل كيلا. الغضب اللي كانوا فيه ده زاد يوم 21 يونيو 2014 لما واحدة تانية طلعت وقالت إن روبرت هاجمها.
في مساء يوم 21 واحدة هنسميها ساشا كانت لوحدها في بيتها المتنقل في كوردالين في ايداهو لما روبرت دخل عليها فجأة. هي كانت عارفاه كان بيقعد مع واحدة صاحبتها، بس انه يظهر من غير ما يقول ولا صاحبتها معاه كان غريب بالنسبة لها. ساشا قالت ان روبرت هاجمها وخنقها لحد ما اغمى عليها كذا مرة، وكل مرة كانت بتفوق كانت بتلاقيه بيعتدي عليها جنسيا. حست ان هو هيقتلها لو محدش وقفه، ولحسن الحظ كلبها كان موجود معاها. عند نقطة ما الكلب هاجم روبرت، وساشا كانت حاسة ان ده اللي خلاه يوقف اللي بيعمله، ولما فاق التاني حسب اوراق المحكمة كان بيجري من البيت. لحسن الحظ ما جاتلهاش اي اصابات خطيرة، وقدرت تحدد روبرت ان هو اللي هاجمها. اتقبض عليه وتم اتهامه بمحاولة قتل من الدرجة الأولى واقتحام منزل، بس اعترف باقتحام منزل والضرب بقصد الاغتصاب. اتحكم عليه ب15 سنة مع إمكانية الإفراج المشروط قبل كده بكتير. المدة ما كانتش كبيرة، بس وهو في السجن المحقق بيربريدج بقى عنده مساحة يتنفس ويظبط الأمور. كسب جولة مبكرة لما النيابة قالوا إنهم هيفكروا ياخدوا رأي تاني بخصوص تشريح جثة كيلا. الفكرة إنهم ما كانوش ينفعوا يستخدموا تقرير دكتور ويجرن الطبيب الشرعي التاني، وده لأن دكتور ويجرن ما كانش طبيب شرعي رسميا في الوقت ده. هو كان عنده عيادة خاصة بيه، فكان بيعمل تشريح على الجثث وكان بالفعل مساعد لطبيب شرعي في مقاطعة هناك، فهو ما كانش مثلا عديم الخبرة أو حاجة، بس هما كانوا عايزين حد معاه لقب طبيب شرعي رسمي عشان يدي رأي رسمي مختوم من جهة حكومية بالظبط. بعد الكلام ده ب3 أيام النيابة قالوا لأ، احنا غيرنا رأينا، مش هنعمل كده، وما تسألوش ليه النيابة مردوش. في محاولة أخيرة عشان يوصلوا لحاجة، المحققين حاولوا يستجوبوا روبرت ديفيس تاني، بس هو طلب محامي ورفض إنه يتكلم معاهم، ودي كانت آخر محاولة من المحقق بيربريدج عشان يلاقي إجابات. لأني في 2015 اتشال من القضية واتنقل من قسم الجرائم الكبرى لوحدة التحقيقات الخاصة اللي بتشتغل بشكل أساسي في قضايا المخدرات. ليه بيربريدج اتشال من القضية دي مش واضح، بس في تكهنات وإشاعات حوالين نقله ومعظمها بسبب ضغطه على النيابة. بس زي أي تغيير في قيادة القضية، الزخم بيضيع لما حد بيتغير، المعرفة كمان بتضيع. قضايا كيلي وهيزر اتعين فيها محققين كتير على مدار السنين، كل واحد منهم حقق نجاح بنسبة مختلفة في الوصول لمعلومات جديدة. ولحد النقطة دي جاكي مامة هيزر كانت عارفة إن الشرطة مؤمنة إن بنتها اتقتلت. معرفش امتى ده حصل او ازاي حصل، بس لحد النقطة دي هي كانت عارفة، ورغم ان اوراق الاتهام اتقدمت للنيابة في قضية قتل كيلا يوم 9 فبراير 2017، الاتهامات دي ما توافقش عليها من النيابة. والسبب ان مكتب النائب العام قال ان هم محتاجين ادلة اكتر. بس كل التعتيم والتملص من الاتهامات وحماية مكتب الطب الشرعي ده انتهى في 2017، عشان ساعتها وزارة الصحة في واشنطن بدأت تحقيق في مكتب الطب الشرعي. لأن وزارة الصحة استقبلوا شكاوي كتير من عائلات ادعوا إن دكتور هاورد وزميلته دكتور سالي آيكن عندهم تاريخ في إصدار أحكام غلط بخصوص سبب وطريقة الوفاة. وقضية كيلا كانت من ضمن القضايا اللي اترفعت في الشكوى دي. في قضية تانية مثلا لواحدة اسمها بريندا ثورمان اتضربت بالنار من زوجها، والموضوع اتقال في الأول إن هو مجرد حادث. ودكتور اسمه جون مارشال اللي اتلقى في نهر سبوكن مرمي وكان عنده كدمات زي ما يكون مضروب، بس موته اتشخص على انه حادث برضه. سارة شميدث اللي اتلقت في نهر سبوكن وعندها كدمات على كاحليها زي ما تكون علامات ربط، وموتها اتحكم على انه انهاء حياة. وسيندي بيرجن اللي جثتها اتلقت ملفوفة في كيس بلاستيك على جانب الطريق في ايداهو بعد ما قدمت طلب حماية عشان تهرب من العنف الأسري. ونفس الطبيب الشرعي ده شرح جثتها وقال ان سبب الوفاة سكتة قلبية، عشان كده اتحكم بطريقة الوفاة على انها طبيعية. مفوض المقاطعة طلع وقال ان المقاطعة داعمة لأطبائها الشرعيين حتى قبل ما التحقيق يبدأ، ودي كانت حاجة غريبة شوية، المفروض يسيبوا التحقيق ياخد مجراه. وفي نهاية تحقيق وزارة الصحة سنة 2017 الوزارة في النهاية خلصوا لأن دكتور هاورد ومساعدته دكتور آيكن حققوا معايير الرعاية. دي كانت بمثابة صفعة على وش العائلات دي كلها بعد كل اللي شافوه. بس معركة عائلة كايلا وعائلة هيزر ما خلصتش هنا. سنة 2019 روبرت ديفيس جه ميعاد الإفراج المشروط بتاعه، وهم كانوا مستعدين يعملوا أي حاجة عشان يتأكدوا إنه يفضل في السجن. مامة كيلا وواحد من إخواتها راحوا جلسة الاستماع، وجاكي مامة هيزر معرفتش تروح عشان كانت مريضة في الوقت ده. أهلها وأهل كيلا كانوا مستعدين يمنعوا الإفراج عنه. جاكي قالت إن لجنة الإفراج المشروط في أيداهو ما كانوش عارفين حاجة عن قضايا كيلا وهيزر لحد ما العائلات بلغتهم بيها. بس لما لجنة الإفراج المشروط عرفوا بالقضايا دي
سألوا روبرت عن قضية كيلا في مراجعة إفراج مشروطه، ومارتين والدة كيلا قالت إن روبرت اتغاظ جدا لما سألوه عن الموضوع ده واتضايق. قالت بالحرف وشه جاب ألوان وعروقه برزت من وشه. حلف إن هو ما يعرفهاش، ودي قصة جديدة خالص لأن هو اعترف قبل كده إنه يعرفها سنة 2012. في النهاية الإفراج المشروط بتاعه اترفض، ودي كانت نقطة تحول كبيرة. جاكي قالت إن واحدة من لجنة الإفراج المشروط وعدتها هي وعائلة كيلا إنهم هيبلغوهم بالحضور في المرة الجاية اللي هينظروا إفراج المشروط القادم، عشان يبقى عند الأهل إمكانية محاربة الإفراج ده. كانوا عايزينه في السجن أطول فترة ممكنة عشان يفضل بعيد عن الناس ويدي المحققين وقت إنهم يبنوا قضيتهم. أهالي الضحيتين كانوا حاسين بانتصار عظيم بإنهم منعوا إفراجه المشروط، وبعدها جه انتصار تاني سنة 2021 لما دكتور هاورد ودكتورة آيكن سابوا الشغل وتعينت طبيبة شرعية جديدة اسمها دكتور فينا سينج، وبدأت تعيد النظر في أحكام الطبيب الشرعي اللي قبلها ومنها قضية كيلا. وأخيرا وده أكبر انتصار حققته العائلة على الإطلاق، دكتور سينج غيرت طريقة وفاة كيلا من غير محددة لقتل. قضية كيلا ما كانتش القضية الوحيدة اللي اتعدلت. دكتور سينج غيرت الحكم في 4 قضايا لدكتور هاورد. طبعا صعب وصف شعور الراحة اللي غمر العائلة لما سمعوا الخبر ده. دي أول خطوة في رحلة طويلة قدامهم، بس دي كانت الخطوة اللي بيحاربوا عشانها من سنين. ويمكن دلوقتي أخيرا الأمور هتبدأ تتظبط، بس الموضوع مش هيبقى بالسهولة دي، لأن لما أوراق الاتهام اتقدمت لمكتب النائب العام سنة 2022 اترفضت للأسف. وفي نص 2024 أسوأ مخاوف العائلة اتحققت. روبرت ديفيس خرج من السجن بالإفراج المشروط، وبالمناسبة للأسف محدش بلغهم من هيئة أو لجنة الإفراج المشروط. من 2024 القضايا اتحولت لمحقق تاني بعد ما المحقق اللي فات ساب الشغل، والعائلتين لسه بيحاولوا يلاقوا حقهم. ورغم ان المعركة بتصعب كل ما الوقت بيعدي، والدة هيذر جاكي وصفت العيشة مع الألم وعدم المعرفة على إنها سجن مؤبد. بدل ما الشخص المسؤول عن اختفاء بنتها يقضي عقوبته، هي حاسة إن هي اللي بتقضي العقوبة دي. أهل كيلا كانوا قلقانين إنهم عمرهم ما هيشوفوا اليوم اللي هيتحقق فيه العدل لكل اللي متورطين في قتل بنتهم. مامة كيلا مارتين كانت مؤمنة إن روبرت واحد من المسؤولين، لو مش لوحده اللي عمل الجريمة البشعة دي فهو ساعد فيها. الموضوع كله في إيد الادعاء. ناس كتير شايفة إنهم مش هيقبلوا القضية دي، مش هيقبلوا يودوها للمحاكمة، عشان ده هيعني إنهم هيعترفوا ضمنيا إن تقرير التشريح الأصلي من دكتور هاورد كان غلط تماما، وده هيشكك في مئات الأحكام التانية، فممكن يكلف المدينة ملايين الدولارات من التعويض. روبرت ديفيس لسه حر طليق حتى يومنا ده، عايش في أيوة بالإفراج المشروط ولابس جهاز تتبع في رجليه. جهاز تتبع هم اللي طلبوا إن هو يلبسه أهل كيلا. أهل كيلا عايشين في خوف إن هو يأذي حد تاني، وبيدعوا إن الشخص المناسب يعمل الحاجة الصح عشان يشيلوه من الشارع. للأسف القضية دي كانت ممكن تتحل من بدري لو الطبيب الشرعي عمل شغله بضمير وبشكل مظبوط. للأسف برضو كانت ممكن تتحل من بدري لو محاولوش يتستروا على الشغل الغلط بتاع الطبيب الشرعي بحاجة إن هم هيضروا قضايا تانية اتحكم فيها بالفعل كان هو اللي عمل التشريح بتاعها. كل ده طبعا ملهوش أي مبرر ولا تفسير عند أهالي الضحايا. احنا عايزين حق بناتنا مش أكتر. مواضيع الطبيب الشرعي ومواضيع القضايا التانية اللي مرتبطة بتقاريره ومواضيع الادعاء دي ما تخصش أهالي الضحايا في حاجة، هم عايزين حق بناتهم فقط. وبس كده حلقتنا خلصت. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات وتعملوا لايك على الحلقه عشان يساعد انها تنتشر اكتر. ويعني قضيه النهارده ما نقدرش نقول ان هي مش محلوله، لانها بنسبه كبيره كانت هتتحل لولا بس التقاعس من البعض والاخطاء من البعض. وبس اشوفكم قريبا في لغز جديد لم يتم حله.